يا مساء الخير وصباح الخير اخواتي، بقى ازيكم عاملين ايه؟ وقبل ما نبدا الحلقه وزي ما انتم متعودين ما ننساش كده نصلي على النبي. الوقت اتطلب مني واحد ميلك تشيك فانيليا بصوص الكراميل، حاجه كده عظمه وكل الناس بتحبه وكل الاطفال بالذات بيطلبوه مني والكبار كمان. سهل جدا وبسيط ومش محتاج اي افتكاسات. دوت بره بيتباع ب 50 و60 جنيه، في البيت مش هيكلفنا 10 جنيه على بعض. تعالوا كده ما اقول لكم بيتعمل ازاي. اول حاجه هنجيب الخلاط بتاعنا وهنكون مجهزين ايس كريم من الفانيليا. اي جالون ممكن نجيبه، ممكن صغير، حجم الصغير، الحجم الكبير، يعني حسب امكانياتنا، مش شرط اللي احنا نجيب الحجم الكبير. وهناخد منه 3 بولات ايس كريم وهنحطه في الخلاط. وبعد ما حطينا 3 بولات من ايس كريم الفانيليا هنقوم نازلين بربع كوبايه لبن، بس كده. حطينا ربع كوبايه لبن وما نكترش على ربع كوبايه، وهنغطي وهنحطها في الخلاط وهنسيبه يتضرب لمدة 10 ثواني. وتمام قوي كده. بعد ما سيبناه يتضرب، ميلك تشيك فانيليا حاجة عظمة قوي، بيطلب منك كل شوية، يا ريت تعملوه في البيت علشان الأطفال عندكم يحبوه قوي. بعد كده هنجيب الكوبايه بتاعتنا وهنقوم جايبين صوص الكراميل. لو موجود صوص كراميل في البيت ماشي، مش موجود مش مشكله خالص. احنا مش عاوزين نصعب المسائل، يعني نسهل كده المشروب اللي احنا بنعمله علشان ما يبقاش تقيل كده ونكسل اللي احنا اصلا نعمله. بعد كده هننزل بقى بالميلك تشيك فانيليا وهوريكم الوقت القوام بتاعه عامل ازاي. هو ده القوام بتاعه، زبده يعني، نازل كده زبده وتقيل جدا. هو الميلك تشيك بيبقى عامل كده يعني، اهو نازل تقيل اهو، كمان مش عايز ينزل من تقله. حاجه كده عظمه قوي يعني. طبعا زي ما انتوا شفتوا هو نازل تقيل ازاي. معنى ان هو ينزل تقيل كده يعني هو معمول صح، وهنحس بطعم الميلك تشيك فانيليا صح قوي. بعد كده هنقوم جايبين شويه صوص كراميل وده اختياري، ونحط كده نجرنش من فوق الوش كده بحاجه خفيفه قوي. بعد كده بقى نغطي ونقدمه على كده وبالهنا والشفا. زي ما انتوا شايفين ميلك تشيك فانيليا حاجه كده عظمه، يا ريت كلنا نعمله في البيت وبسرعه. وده يعني في اي كافيتيريا بره بيتعمل ب 50 و60 جنيه، في البيت والله ما هيكلفنا ال10 جنيه لو احنا عايزين نعمله بالشكل ده وبالقوام ده اللي انتوا شفتوه. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناه ولايكاتكم الجميله اللي بتزيدني شرف ومحبه. وبس خلاص.